عندك طبعة سامسونج 3875 او اي طبعة نفس الشكل ده او اي طبعة سامسونج عموما، والشاشة بعد دقيقة او بعد وقت قصير بتبدأ ان هي تفصل وتعمل لك سكرين سيرفر، وتبدأ ان انت تعيد التشغيل من تاني. تعالى بقى هقول لك في الفيديو ده ازاي تطول المدة بتاعة السكرين سيرفر ديت، وان انت تطول المدة ان الشاشة ما تطفيش فيها. اول حاجه هتضغط على زرار المنيو. بعد ما تضغط على زرار المنيو هتظهر معانا القائمه زي ما انت شايف كده. هننزل بالاتجاه اللي تحت لحد اما نوصل لسيستم سيت اب، وهنضغط على زرار اوكي. وبعد كده هنختار الماشين سيت اب واقول له اوكي. وبعد كده هنزل على الباور سيف واقول له اوكي. هنا هنلاقيها 1 مينت 1 مينت. هنبدا ان احنا نزود زي ما احنا عاوزين او نكتب 120 على طول. تمام، وهقول له اوكي مره تانية. هيعمل لي شيفت كده، وبكده هكون هعمل باك بقى خلاص واطلع اهوت. تطلع لي على الصفحه الرئيسيه، وبكده اكون لغيت موضوع ان هي كل دقيقه تبدا تفصل معايا، تفضل شغاله معايا 120 دقيقه. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشيروا الفيديو في كل مكان، وما تنساش تدعم القناه باللايك والاشتراك. اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.